والبطل بيرجع البيت وبيلاقي جون مستنيه وبيضحك له وبيقول له تعالى معايا، وبيمسك عصايه وبيضربه زي ما باباه ضربه، وبيقول له انه قتل بابا البطله ولازم يتعاقب. فبيزعله بيقول له انه ما قتلهوش، لكن جون بيضربه برجله بيقول له انت قاتل وانت اللي قتلت زمايلك في امريكا، وبيفضل يضرب فيه. وبنشوف ان جون هو اللي قتل الطلاب ولفق التهمه لتي. والبطله بتشوف شنطه زي اللي كان فيها الفلوس مع نارا، فبتروح عليها وبتتهمها ان هي اللي سرقت فلوسها، لكنها بتوريها الشنطه وبتقول لها انا عارفه انك دلوقتي اكتر حاجه محتاجاها الفلوس، وبتطلع فلوس وبتديها لها. والبطله بتمد ايديها تاخدها لكنها بترفض تديها الفلوس، وبتقول لها لازم تجربي شعور الفقر، وبتسيبها وبتمشي. والبطله بتبكي، ونارا بتكون هي فعلا اللي سرقت الفلوس وبتديها للمتسوله. والبطل بيروح لبابا تي وبيساله ليه عايزه يسافر امريكا، وبيقول له انا ما قتلتش حد. فبيزعله بيقول له انا بسبب اللي انت عملته دفعت فلوس كتير جدا، وبيقول له انه هيسافر امريكا ودي هتكون اخر فرصه ليه، ومش هيرجع الا لما يعرف قيمه الفلوس اللي معاهم. والبطله بتحاسب الفندق باخر فلوس معاها، والبطل بيبعت لها رساله وبيقول لها انه هيسافر امريكا، وبيسيب لها رساله انه حزين لانه سافر من غير ما يودعها، وانه هيسيبها وهيسيب عيلته ويسافر لكنه مضطر. وبنشوفه هو واقف قدام اسرته، وبيشوف تاي وهو عايش معاهم مكانه كلهم سعداء، وبيروح المطار علشان يسافر. فالبطله بتروح له وبتودعه، وبتكون مستغربه انه هيسافر فجاه، وبتفتكر انه كان موجود وقت حادثه الخادمه، وبتربط الاحداث ببعضها، فبتشك ان هو اللي يكون قتل باباها. فبينكر لكنها مش بتصدق كلامه، وبتمسكه من هدومه والحراس بيبعدوها عنه، والبطل بيمشي. وبنشوف احداث بعدها ب10 سنين، وتاي بيكون ماشي في الشارع ولابس بدله، وبيلاقي واحد متشرد نايم فبيروح عليه يصحيه، والمتشرد ده بيكون البطل، وبيبص لتاي وبيضحك وبيتصدموا لما بيشوفوا بعض. وبنشوف تاي في مقابله عمل وبيكون لسه عايش في شخصيه البطل، واللجنه اللي بتختبره بيشوف ان مؤهلاته متوسطه، خاصه ان مش معاه لغات، فبيفاجئهم وبيكلمهم فرنساوي فبيوافقوا يعينوه. ولما بيخرج من المقابلة بيشوف دعاية لنارا اللي عايشة في شخصية يوجين، وبتكون هي الوجه الإعلاني لشركة بابا تي، وبارك بيكون شغال معاها، وبيقول لها تحضر معاهم حفلة للمجموعة اللي اسمها أميكوس، فبتقول له إنها مشغولة. والبطلة بتكلم بارك وبتعرف منه إنهم مش هيحضروا الحفلة، وبتقول لزميلها إنها كده هتقدر تروح الحفلة، وزميلها بيحذرها من السعي ورا مجموعة أميكوس لإنهم أشرار. وزميلتها بتقول لها إن في إشاعات بتقول إن البطل خطب يوجين وهو في أمريكا، وإنه أكيد هيرجع بعد غياب 10 سنين. وبنشوف حفلة أميكوس اللي بيكونوا عاملينها في نفس الفندق اللي تاي قدم فيه على وظيفة، وبنعرف إنه قدم على الوظيفة دي لإنه بيساعد البطلة في إنهم يوقعوا عصابة أميكوس. والبطلة بتكون في الحفلة وبتتواصل مع تاي، وجون بيكون موجود في الحفلة، والبطلة بتقدم لهم مشروب فبيسألوها مين اللي طلبه، فبتقول له إن في شخص مهم طلب منهم يقدموا مشروب على حسابه لكل اللي في الحفلة. وفي اللحظة دي البطل بيظهر في الحفلة، ونارا بتروح الحفلة لأنها عرفت من بارك إن البطل موجود، وبتدخل تدور عليه هي وبارك، وبتلاقيه وبنعرف إنهم مخطوبين لبعض فعلا. ولما بيشوفها بيسيبها وبيمشي، والبطلة بتتفاجئ وهي ماشية بشخص بيشدها من إيديها، وده بيكون البطل. وبتسأله تاني لو هو اللي قتل باباها، فبيقول لها إن هو ملوش علاقة بموته. وتاي بيجي وبيشوفه وبيبقوا مستغربين من تغيير شخصية البطل، ونارا بتكشفهم وبتكتشف إن البطلة بتصور الناس اللي في الحفلة وبتحاول توقعهم، وبتاخد منها الكاميرا وبيكسروها. وجون بيكون هيضرب تاي، لكن البطل بياخد الضربة مكانه، وبيقول لجون يسيبهم يمشوا لأن الموضوع لو كبر الشرطة هتتدخل وده هيضر بسمعته، لأنه دلوقتي مدير شركة بابا تي. فبيوافق يسيبهم يمشوا، بيضرب البطل وبيهينه. وبنعرف إن البطل بيمثل على كل اللي حوالينه بقى شخص سيء وبيشرب وبتاع بنات، لكنه في الحقيقة بيكون عامل فريق سري، والمساعد بتاعه بيكون شغال معاه في الفريق. وبنعرف إنهم بيخططوا يوقعوا جون، وبنشوف إن حياة أهل البطل بقت كويسة وهو اللي بيساعدهم من غير ما يعرفوا. وصاحب الفندق بيقدم بلاغ في تاي لأنه صور حفلتهم من غير إذن، وبيبقى مطلوب منه يدفع لهم تعويض كبير، فبيروح يترجع عصابة أميكوس عشان يتنازلوا عن القضية. ومدير الفندق بيفضل يهينه، لكن نارا بتطلب منه يسيبه وبيسمع كلامها، وبيقول له إنهم خلاص اتنازلوا عن القضية. وبيروح يقعد لوحده وهو حزين لأنه فقير ومش قادر يواجه اللي بيأذوه. والبطل بيجي يقعد معاه، وبنعرف إن هو السبب في إنهم اتنازلوا عن القضية. ونارا بتكون متضايقة لأنه بيساعدهم، وخايفة إن البطل يكون لسه بيحب البطلة، فبيقول لها إنه بيحبها هي وهيتجوزها، وإنه اداها معلقته الذهبية. لكنه بيقعد لوحده ويفتكر ذكرياته مع البطلة وبيبكي،
وتاني يوم بنشوف إن أسعار أسهم شركة بابا تي بتنزل بطريقة جنونية، وده بيكون بسبب خبر انتشار إن ابن صاحب الشركة مدمن مخدرات، وبنعرف إن البطل هو اللي عمل كده، والناس بتبدأ تتخلص من الأسهم اللي بتملكها في الشركة وبتباعها، والبطل هو اللي بيشتريها. وبابا تي بيشك إن جون هو اللي عمل كده، لكن جون ما بيكونش ليه علاقة، بيكون مصدوم هو كمان من اللي بيحصل. ومحامي بابا تي بيقوله إن في شخص بيشتري كل الأسهم اللي بتتباع. وهنا بابا تي بيفتكر لما قال للبطل إنه صبر على أفعاله دي بقاله 3 سنين، فبيقول له يصبر عليه أسبوع كمان وهو مش هيغزله. فبيفهم بابا تي إن هو اللي بيشتري الأسهم وبيضحك، وبيعمل اجتماع في شركته وبيقترحوا إقالة جون من مجلس الإدارة. وفي اللحظة دي بيدخل تي وبيكون معاه أوراق رسمية بتثبت الفلوس اللي جون اختلسها وكل الفساد اللي عمله. وبابا تي بيطرد جون، وبنعرف إن البطل كان مؤسس شركة استثمارات طول الفترة اللي فاتت، وإنه باعها واشترى الأسهم في شركة بابا تي. وبابا تي بيرشح البطل لرئاسة مجلس الإدارة، والبطل بيقرب على جون وبيقول إنه هيدخله السجن وإنه خلاص انتهى. وبابا تي بيسقف للبطل وبيكون معجب بالطريقة اللي رجع بيها، وبيقول له إنه كده أثبت نفسه. ولما البطل بيمشي هو المساعد بتاعه، في واحد من أعضاء فريقه بيجي يزعق له، وبيكون متضايق منه لأن باع الشركة اللي أسسوها ونجحوها مع بعض عشان يتولى رئاسة شركة باباه، وبيشتمه وبيمشي. والبطلة بتروح تقابله وبنشوف إن جون قال لها إن تي هو اللي قتل باباها، ولأن البطل عايش في حياة تي فبتروح تواجهه، وجون بيديها المرة دي دليل، وهو تحليل دم بابا البطل اللي كان على الجاكيت بتاعه. وتي بيشوف مذكرات المعلقة الذهبية وبيشوف اسمه هو والبطل مكتوبين فيها، والبطلة بتبقى عايزة تعمل لقاء مع البطل. وفي اللحظة دي نارا بتدخل وبتبعدها عنه، وبابا تي بيخنق جون وبيقوله إنه مش هيحبسه وهيديله فرصة يرجع له فلوسه اللي سرقها. والموظفين بيباركوا للبطل على توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، لكنه بيكون جد معاهم في التعامل، ومساعده بيقوله إن طريقته فيها أسوأ وإنه مش محتاج يتعامل بالجدية دي لأنه قدر خلاص يتخلص من جون. فبيقوله إنه هو لازم يهزم باباه، وبيروح بعدها يحضر مقابلة الجواز من نارا، وبيقعد يتعشى هو وباباه مع نارا وباباها اللي بيحكي وهم قاعدين إن بنته وهي الصغيرة كانت دايما بتساعد صاحبتها المسكينة نارا، ومرات بابا تي بتقلل منها، لكن البطل بيدافع عنها فبتروح وراه وبتشكره. فبيقول لها إنهم بينهم وعد وهو لازم ينفذه، وإنهم مجرد شركاء عمل. وبعدها البطل بيقابل جون اللي بيوصفه بالقاتل، فبيقول له إن هو القاتل الحقيقي وإن هو اللي قتل طلاب المدرسة ولفق له التهمة. وبيمشي وأخته جون بتيجي فبيطلب منها تقتل البطل، وبتروح بعدها لجوزها في شركته وبتقطع عليه الاجتماع عشان تتكلم معاه، وبتطلب منه يدي جون فرصة تانية. فبيقول لها إنه عارف إنها متمسكة بجون كده لأنه ابنها مش أخوها، فبتتصدم وبتحاول تكذب، لكنه بيكون متأكد إنها مامته وبيحذرها، فبتسكت وهي مصدومة وبتبكي. والبطلة بتزرع كاميرا قدام الخزنة اللي في بيت تي عشان تقدر تعرف رقمها السري، لأنها بتحاول تدور على دليل تثبت بيه إن تي هو اللي قتل باباها. وبنشوف بعد كده البطل وتي رايحين ياكلوا في مطعم أليكس، وتي بيكون عازم أهله الحقيقيين وعازم بابا تي معاهم، وبيقعدوا ياكلوا كلهم. وبابا البطل بيقول لبابا تي إنه موهوب في الرسم وفي صناعة الأفلام الكرتونية، لكنه مش موهوب في كسب المال. فبيقول له إن كسب المال بيحتاج للجهد والجدية، وإنه فقير لأنه مش جد في عمله. وتي بيحس بالإهانة لبابا اللي هو بابا البطل، وبيحاول يرد عليه هو وأخت البطل، لكن باباهم بيسكتهم، وبيعتذر لبابا تي وبيقول له ما يقلقش على ابنه منهم، وإنه لازم يثق فيه زي ما هو بيثق في ابنه، وما يخافش عليه منهم لأن الفقر مش معدي. ولما تي بيروح بيكون مبسوط من بابا الفقير، والبطل بيكون متضايق من بابا تي لأنه اتكلم مع أهله بطريقة وحشة، فبيقول له إنه لازم يتخلى عن عواطفه تجاه الفقراء عشان يقدر يحافظ على ثروته. وتاني يوم البطلة بتقدر تعرف الرقم السري للخزنة اللي في بيت تي، وبتروح تفتحها وبتلاقي فيها الكتاب اللي اديته للبطل هدية لما كان بشخصيته الحقيقية الفقيرة، فبتستغرب من وجوده في خزنة تي. وهنا البطل بيجي وتسأله عن سبب وجود الكتاب في خزنته، ونارا بتعزم تي في مطعم وبتديله المعلقة الذهبية بتاعت البطل وبتقول له ياكل بيها. وبنعرف إن البائعة قالت لها إن لو في شخص تاني أكل بالمعلقة هيكتسب ذكريات صاحب المعلقة. والبطل بيقول للبطل إن هو كمان كان بيدور على الجاني اللي قتل باباها، ونارا بتبعت له صورتها مع تي وبيشوفه هو بياكل بالمعلقة، فبيسيب البطل وبيروح يقابل نارا اللي بتقول له إنها المرة دي منعت تي من إنه ياكل، وبتعرفه إن تي لو أكل بمعلقته هياخد ذاكرته وهيعرف إن البطل بدل حياته معاه. وبتهدد البطل إنه لو قابل البطلة تاني هتخلي تي ياكل بالمعلقة، لكنه بيهددها هو كمان بإنها لو عملت كده هيخسرها كل حاجة. والبطلة بتصدق إن البطل ملوش
ملوش علاقة بقتل باباها، وبتبدأ تدور على الجاني الحقيقي وبتشك في جون. وتي بيجي وبيعرف إنها كانت شاكة في البطل وبيقول لها إنه هيدور معاها على اللي قتل باباها، وبيمشي من عندها وبيروح يقابل البطل، وأول ما بيشوفه بيضربه وبيتهمه إن هو اللي قتل بابا البطلة، فبيقول له إنه ملوش علاقة بموته، وبيعترف له إن بابا تسبب في إنهاء التحقيقات وإنه شخص مخيف. وتي بيقول له إن لو هو فعلا بريء هيساعده يدور على الجاني، لكن لو هو اللي طلع الجاني هيقتله. وبيروح بعدها عند المكان اللي البائعة بتقعد فيه، وبيكون معاه مذكرات المعلقة الذهبية، وبيشك إن البطل ممكن يكون فعلا بدل حياته معاه بسبب المعلقة. وبابا تي بيكون متضايق من الطريقة اللي بابا البطل كلمه بيها، وتي بيبحث في المذكرات وبيشك إن هو فعلا اللي ممكن يكون تي، ويكون هو اللي قتل بابا البطلة. ومرات بابا تي بتطلب أكل من مطعم بابا البطل، وبيروح يوصلوا لهم الأكل وبتديهم هدايا، وبابا تي بيكون هو اللي موصيها تعمل كده، وبيقول لها تحط مجموعة ألوان غالية وقيمة قدام بابا البطل اللي أول ما بيشوفها بينبهر بيها وبيكون نفسه ياخدها معاه. ومرات بابا تي بتكون مستغربة من اللي جوزها بيعمله، وبنشوف تي قاعد مع بابا الحقيقي في الشركة وبيعرض عليه ينضم لشركتهم ويساعد ابنه في عمله وهيديله أجر عالي، فبيستغرب من عرضه، فبيقول له لأن ابنه مهتم بيه هو وعيلته وبيطلب منه يفكر في العرض. والبطلة بتقابل جون وبتفكره بذكرياته لما كان بيدرس في أمريكا، فبيتضايق منها وبيقوم يشد شعرها، والبطل بيجي وبيلوي دراعه، لكن جون بيخبطوا وبيتخانقوا مع بعض، وجون بيفضل يضرب فيه، والبطلة بيكون معاها صاع كهرباء بتكهرب بيه جون، فبيفقد الوعي وبتمشي هي والبطل. وبابا تي بيرجع البيت وبيقول لمراته انه عمل كده مع عيلة البطل لان بابا البطل قال له في المطعم ما تخافش على ابنك مننا لان الفقر مش معدي. والبطل بيقعد مع البطلة وتي وبيحذرهم من جون وبيقول لهم ان هو اللي قتل زمايله في المدرسة ولفق له التهمة، وان هو اخر واحد اتصل ببابا البطلة ليلة ما اتقتل. وبعدها بفترة بنشوف ان البطلة لقت هي وتي تسجيلات كاميرا المراقبة اللي قدام بيتها، وبتشوف فيها جون خارج من بيتها، فبيروحوا اسم الشرطة وبيبلغوا وبيطلبوا إعادة التحقيق في القضية. وبابا تي بيعرف وبيطلب من المحامي بتاعه يمنعهم من إعادة التحقيق، وبيروح لجون اللي بيتفاجئ لما بيشوفه بيكون مخبي ظرف ورا ظهره. والبطلة بتقعد تاكل مع زميلتها في المطعم وبتشوف شنطة الفلوس بتاعتها مع المتسولة، لكن المتسولة بتسرق صاحبة المطعم وبتطلع تجري، فالبطلة بتطلع تجري وراها لكن مش بتلحقها. وتي بيفتكر مهاراته في العزف وإنه بيتكلم فرنساوي، وبيبدأ يشك إن هو تي وإن البطل بدل حياته معاه، وبيروح له على الشركة وبيسأله، فالبطل بيبقى مش عارف يرد عليه. ونارا بتيجي هي والبطلة وبتتريق على كلام تي وبتقوله إنه لو عنده وهم إن هو تي يبقى لازم يتعالج لأنه مريض نفسي، وبتقوله إن لو تي عنده معلقة مصنوعة من الماس ده مش هيكون شيء غريب لأنه غني. فتي بيتكسف وبيعتذر لهم وبيمشي، والبطلة بتمشي وراه، وبارك بيبعت رسالة لنارا وبتفتحها وبتشوف خبر إن جون سلم نفسه للشرطة. والبطلة بتشوف وهي ماشية في الشارع الأخبار وبيتذاع إن جون سلم نفسه واعترف إن هو اللي قتل باباها. وتي بيمشي في الشارع لوحده بيشوف البائعة اللي معاها المعلقة الذهبية فبياخد منها واحدة وبيروح بيته وبياكل فيها وجبة، وبيروح بعدها للبطل وبيعتذر له عن الكلام اللي قاله عن المعلقة الذهبية وبيقول له إنه هيألف الحكاية دي قصة وهينشرها، وقبل ما بيمشي بيناديه باسمه الحقيقي. وهنا البطل بيتفاجئ لكن تي بيقول له إن ده هيبقى اسمه في القصة، وبيقول له إن أول ما هيخلصها هيخليه يقراها أول واحد. لكن بنشوفه هو ماشي متضايق وبيشتم على البطل وبيقول له إزاي يتجرأ يسرق حياته منه، وبيشوف باباه بيكون عارف إن هو ده بابا الحقيقي. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.